الزيتون هذا هو الفدان، حجرة محافظة. اذا هذه هي الارض هذه هي الارض فدان البيضاء. حجرة محافظة. وفين هو الزيتون هنا؟ الزيتون ها هو فدان سيد. واش من علاقه هذه الارض مع الزيتون اللي تتكلم؟ لا علاقة، هذا فدان سيد مقطع الجوال اللي فيه الزيتون. دابا هذه هي الحدود الارض. هذه هي الحدود، حجرة محافظة انا فوقها. اذا دابا هذه ديال المحافظه. اذا فين تيتهموكم بانكم نتوما زرعتوا؟ هذا فدان البيضاء تيكون محروط ومغروس فيه الزيتون. هما تيتهمونا في هذه القطعه هذه. ولكن هذه القطعه ديالكم نتوما يعني ما عندوش علاقه بالفدان العوين البيضاء. اذا دابا هذا ما عنده حتى علاقه بهذه. ما عندوش شي علاقه، لان العم ديالي راه دار طلب ديال التحفيظ وتم التحديد ديال الارض ديالو عن طريق يعني المحافظه العقاريه بتيفلت، وها اللي بورن ديال المحافظه راه منزله راه على طول اذا هذه الارض بوحده وهذه الارض بوحده ما عندهمش علاقه. يعني هو يعني ناض دار شكايه بان هذا الفدان راه يعني هو جزء من الفدان العوين البيضاء، وراه ما عندوش علاقه بفدان العوين البيضاء. اذا العوين البيضاء هي هذه. ها هي يعني ما محروطاش، يعني ما مزروعه، ما فيها حتى شي حاجه. إذا مرة أخرى نرحب جميع متابعينا الكرام. جريدة تغريدة إفادة فايس بريس من قلب الحدث. اليوم قضيتهم الرأي العام الوطني والرأي العام بمدينة تيفلت. من قلب دوار يتحمو يدير مزوفا جامعة المقام طلبة تيفلت إقليم خميسات بطلب من عائلة ورثة عبد السلام الشيب متواجد طواقم جريدة إفادة تغريدة فيس بريس من أجل فهم قضية عائلة عبد السلام مشكل أرض الأجداد. اليوم في إطار النزاع أرض الأجداد، مشكل تقسيم الأراضي، الأرض ما زالت عند الشياع، شكايات كيدية تجاه الورثة، اتهامات كيدية بالترامي على أرض الغير، شهود أطراف يعني استماع لطرف عن طرف آخر، كذلك حكم ابتدائي، حكم استئنافي في الانتظار محكمة النقد، استماع لطرف عن طرف آخر، كذلك التواطؤ. كلنا ثقة في القضاء المغربي في إطار حق الرد الرأي والرأي الآخر ننتظر من الطرف الآخر الرد بجريدة تغريدة إفادة فايس بريس رهن إشاراتهم. إخواني الأعزاز، اش واقع في الملف ديالكم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه تنبغي نشكر المنابر الاعلاميه فيس بريس تغريده افاده على انهم تاحوا لنا فرصه باش نوصلوا الصوت ديالنا لجميع يعني المغاربه وجميع يعني الناس اللي عندهم غيره على هذا الوطن. بالنسبه للاشكال المشكل اللي عندنا هو مشكل ديال الارض. يعني كاين واحد النزاع ما بيننا وما بين العم ديالنا، الاسم ديالو عبد الرحمن الشهاب. المشكل كان تقسيم ديال الاراضي، من بعد يعني هذا التقسيم ديال الاراضي خلقت واحد المشكل، يعني منها يعني كانت قسمه استغلاليه، من بعد كل طرف يعني سلك المسالك القانونيه، من بعد يعني تظهروا يعني من بعد كل واحد تقريبا خدا الحق ديالو، ظهرت يعني شكايات كيديه باننا يعني تتهمنا العم ديالنا بالترامي على الملك ديالو، رغم ان الملك ديالو هو يعني راه ملك يعني ملك خالص له، ويعني وحنا ما تنتصرفوش فيه، يعني هو اللي تيتصرف فيه بنفسه، وتتهمنا باننا كل مره تيدير بنا شكايات كيديه، بحيث تتهمنا يعني في الشكايه الاولى باننا حنا منعناه من الاستغلال ديال الارض ديالو، وكانت فيها المتابعه يعني بالنسبه لي كأنا احمد الشيب والميلودي الشيب وسعيد الشيب، كان فيها حكم بالبراءه ابتدائي واستئنافي. من بعد هاد الشكايه الاولى كانت يعني شكايه كيديه ثانيه، يعني هاد الشكايه الكيديه الثانيه تتهمنا بها يعني باننا خدينا واحد القطعه ارضيه، واحد الجزء من العقار ديال المسمات العوينه البيضاء، واننا حرطناها وغرسناها بالزيتون، رغم ان هذه الارض يعني هي تابعه للفدان الاسم ديالو سيدي مقطع الجهال. ومن بعد يعني تم يعني الاستماع لنا من طرف الضابطه القضائيه، دلينا بالاقوال ديالنا امام الضابطه القضائيه بمركز الدرك سيدي عبد الرزاق الخزازنه يعني تيفلت، وتم يعني تعيين اول الجلسات في المحكمه الابتدائيه مدينه تيفلت،
وكاين يعني هناك يعني هذا العم ديالي تيستعن بشهود يعني، وهاد الشهود يعني هما يعني الطرف في النزاع، منهم الاعمام ديالي يعني العم ديال الشيب الكتاني والشيب محمد. من توفى العم الشيب محمد يعني حلوا المحل ديالو الورثه ديالو. اذا هاد الشهود هادو هما طرف النزاع. طرف النزاع. شنو هما الشهود؟ الشهود يعني تيستعن بهم في كل ملف، اي شكايه تيستعن بهم يعني تيستعن بهم، رغم اننا عندنا معاهم حكم بالبراءه. تيستعن بهم في كل شكايه كيديه يعني تيستعن بهم، رغم اننا عندنا معاهم حكم بالبراءه. رغم ذلك اذا هما طرف معكم في نزاع في قضايا اخرى. في قضايا اخرى، منها انهم يعني قطع ارضيه يعني كانوا هما تيستغلوها يعني، وحنا قمنا باجراءات قانونيه وفرزنا النصيب ديالنا يعني. هما يعني دائما تلقاهم يعني هما طرف النزاع، وفي نفس الوقت هما شهود تيشهدوا يعني ضد ديالنا. حنا لما سلكنا يعني تم تعيين الجلسه الاولى واستماع المحكمه، استدعت الاطراف واستمعوا للشهود ديال العم ديالي والشهود يعني ديالنا حنا واحد جوج شهود. من بعد كان تضارب يعني في هذيك الجلسه، كان تضارب في الاقوال ديال الشهود ديال العم ديالي يعني. كانت حقائق يعني امام المحكمه يعني الشهود يعني ما عطاوش حتى الاسماء يعني الاسماء الحقيقيه ديال الفدان يعني. هو عوين البيضاء تيقول له العوينه الحميره. اذا كاين مشكل، كاين يعني تضارب يعني في الشهاده ما بين الشهود يعني. تضارب في تحديد القطعه الارضيه، تحديد وحتى اعطاء الاسم ديال الاسم الصحيح ديال القطعه الارضيه يعني. هما كان يعني تضارب في الاسم ديالها الحقيقي. من بعد يعني كانوا سمعوا الشهود ديالنا يعني جوج شهود ديالنا راه كاينين في المحضر ديال الضابطه القضائيه في هذا الملف. من بعد تم احاله هذا الملف على هيئه اخرى. من تم الاحاله ديال الملف ديال هذا الملف على هيئه اخرى، استدعوا الشهود ديالو فقط، ما استدعوش الشهود ديالنا يعني. استمعوا الشهود ديالو فقط، وتنتفاجئوا في الحكم الابتدائي بانهم تيحكموا لصالح العم ديالي بدون يعني في الحكم الابتدائي بدون انهم يشيروا للشهود ديالنا في الحكم الابتدائي يعني. تم الاقصاء الشهود ديالنا. حنا تنسالوا لماذا تم الاقصاء الشهود يعني ديالنا في المرحله الابتدائيه يعني احنا تنعرفوا القضاء يعني هو اللي تحقق العداله يعني. تلزموا انه يستمع لجميع الاطراف، ماشي يعني يستمع للطرف على الطرف الاخر. واش هما بالنسبه لكم واش هاد الشهود كانوا في الملف ديالكم باش يستمع لهم القضاء، او لا ما كانوش اصلا تلغاو هاد الناس هادو؟ لا، هما في المحضر ديال الضابطه القضائيه تم الاستماع للشهود ديالنا. هاد جوج ديال الشهود استمعوا لهم، الباقي الشهود ديال العم ديالي استمعوا لهم في محضر ديال الضابطه القضائيه. ولكن وصلت للمحكمه انا ما الشهود استمعوا لهم في المره الاولى قبل تغيير الهيئه. استمعوا لهم المره الاولى في محضر يعني هما الشهود ديال العم ديالي. ومن تبدلت الهيئه يعني تحال الملف على هيئه اخرى، تم الاقصاء الشهود ديالنا. حنا ما عرفناش كيفاش تم الاقصاء الشهود ديالنا، انهم اكتفوا بالشهود ديال العم ديالي. وهاد الشهود راه حنا سبق لينا وقلنا يعني عندنا معاهم قرابه وعندنا معاهم يعني كاين نزاع، هما طرف في النزاع، وعندنا معاهم احكام ابتدائيه واستئنافيه. وهذه راه تندير اجراءات يعني باش نرفع عليهم دعوه بالشكايه الكيديه. واخا بالنسبه لهاد الدعوه بيناتكم واش خديتوا فيهم البراءه ولا؟ خدينا فيهم البراءه احنا. اذا دابا هذوك براءه. ونفس الشهود اللي تيستعن بهم في كل شكايه، رغم اننا عندنا حكم ابتدائي وقرار استئنافي. ودابا تندير اجراءات ديال باش ناخذ شهاده بعدم النقد، باش نرفع الدعوه ديال الشكايه الكيديه ضد هاد الناس. حنا ما عرفناش كيفاش يعني تيستمعوا للشهود يعني لهاد الشهود اللي عندنا معاهم نزاع، وتصدر الحكم ابتدائي يعني اعتمادا على هاد الشهود. وتم الاقصاء الشهود ديالنا يعني في الحكم الابتدائي ما تلقاوش حنا الذكر ديال الشهاده ديال الشهود ديالنا بالمره، رغم ان هاد الشاهدين عملوا اشهادات انهم حضروا امام المحكمه ودلاو بالشهاده ديالهم. رغم ذلك ها هما الاشهاد عملوه يعني اشهاد قانوني
عملوا بانهم ادلوا بالشهاده ديالهم امام المحكمه الابتدائيه بتيفلت. رغم ذلك تيتم الاقصاء ديالهم. حنا تنسالوا هنا يعني لماذا تم الاقصاء هاد الشاهدين لدى المحكمه الابتدائيه بتيفلت؟ واخا استاذ الله يجزيك بخير. دابا المشكل ديالكم ديال الارض اللي تيتهموكم بانكم تراميتوا عليها. كيفاش تراميتوا على هذه الارض وانتم واخدين الحكم القضائي بانكم ما عندكم حتى علاقه بهذيك الارض، يعني ما تراميتوا عليها ما والو؟ اشرح لنا اكثر وفهمنا شنو المشكل ديالكم ديال هذه الارض هذه. بالنسبه للمشكل ديال هذه الارض يعني المشكل ديالنا هو ان كانت يعني كان التقسيم عشوائي في الاول، يعني كانت قسمه استغلاليه، ما كانش يعني شي قسمه موثقه ما بين الورثه على الشياع. كانت قسمه يعني استغلاليه، اللي عنده شي قطعه ارضيه بقى تيستغلها. من بعد يعني حنا فاش يعني التجأنا وبغينا نقوموا يعني بالمسائل القانونيه ونثبتوا كل واحد ياخذ النصيب ديالو من الارث، يعني ظهرت المشاكل. كل واحد اللي عنده الزياده ما بغاش يعني يتنازل على ديك الزياده اللي عنده. التجأنا حنا يعني في الحياه ديال الاب ديال عبد السلام الشهيب، التجأنا يعني للمسائل القانونيه باش اننا نفرزوا النصيب ديالنا بطرق قانونيه. يعني هذا يعني لم يستسيغه يعني العم ديالي. ما قبلوش عم؟ لا ما قبلوش، يعني قال لك لا حنا اللي عنده شي حاجه صافي ياخذوا، ولكن انت واخذ يعني واحد النسبه اكبر من النصيب ديالك. اكبر من النصيب ديالك. يعني حنا مشينا سلكنا مساطير قانونيه عن طريق دعاوي في المحكمه وفرز النصيب يعني وخدينا الحق ديالنا. ومن بين هاد الاشكال مع العم ديالي اللي لقينا عندنا واحد القطعه الاسم ديالها المسمى قدام الرمل، يعني بالطريق المؤديه لطريق المقام الطلبه. كانت واحد القطعه هي عندها رسم شراء ما بين الاب ديالي وباقي الاخوان بما فيهم هذا العم ديالي. عندها رسم العقاري ديالها؟ عندها رسم عقاري سنه 1979 رسم شراء باش شراوها يعني الاخوان ما بيناتهم. تنتفاجئوا بان العم ديالي تيقوم برسم تمليك سنه 2001 بانها ملك خالص له. والتجأنا المحكمة بعد الأخذ والرد، يعني حكمت المحكمة وقفت على حقائق دلينا لها بالرسوم يعني الأصلية وخبرة عقارية. يعني من بعد اتضح للمحكمة بأن المحكمة يعني بأن هاد القطعة الأرضية هي يعني واحد القطعة باقا مازال على الشياع وليس ملك خالص للعم ديال الشيخ عبد الرحمن. وتم تأييد هذا الحكم استئنافيا. فيما يخص من يعني العم ديالي انطلاقا من وكنا درنا دعوه، يعني كنا التجأنا للسيد الوكيل العام الملك بالرباط بمحكمه الاستئناف. كنا درنا واحد الشكايه ديال الزور في محرر رسمي، وكانت المتابعه ديالهم وتم التكييف ديال التهمه من جنايه الى جنحه. ومن بعد يعني تحكمت بالتقادم، يعني دازت عليها واحد المده يعني ديال التقادم. المهم حنا المهم الاهم في هذا الشيء هو اننا خدينا النصيب ديالنا في هذه القطعه. المحكمه يعني نصفتنا وعطاتنا خدينا النصيب ديالنا. من تماك بداو الشكايات الكيديه تيظهروا ديال العم ديالي ضدنا، يعني انتقاما منا. يعني بداو هو يعني وباقي الاعمام ديالنا، لانهم حتى هما عندهم واحد من بينهم هذا الشاهد اللي تيشهد مع عمي دائما، كانوا عندهم حتى هما قطع ارضيه. يعني حنا التجأنا ودرنا مساطر وكانت هي احكام فيها، وعندنا بما يفيد، عندنا احكام اللي تتفيد يعني في هذا الموضوع. اللي تيشهدوا تما من العائله ديالك؟ من العائله، يعني من يعني اعمال ديالي. قلت لك تيشهدوا يعني لانهم حنا التجأنا معاهم حتى هما كانوا واخدين لنا قطع ارضيه. من التجأنا للمحكمه ونصفتنا المحكمه، وكانت يعني منها قطعه اللي كانت تيستغلها الشهيب الكتاني هذا الشاهد، وتم البيع ديالها في المزاد العلني. يعني هاد الشهود وهاد العم ديالي يعني ولاو يعني تنتقموا منا، يعني بحال تقول انت يعني كبر الحقد والغل ديالهم ضدنا، يعني باش ينتقموا منا ولاو تيديروا شكايات كيديه. من بين هاد الشكايات الكيديه اللي رفع علينا العم ديالي، وكانوا الشهود ديالها نفس الشهود هاد الاعمال ديالي، كانوا يتهمونا باننا منعنا من استغلال الارض ديالو الفدان المسمى العويله البيضاء. ورغم انني انا ما تنقطنش يعني بالمنطقه هنا، يعني انا عندي العنوان في تيفلت، رغم ذلك اتهمني ودخلني انني انا طرف هذا النزاع.
انت بعيد على رغم انني انا ما عنديش علاقه بالنزاع، كان النزاع عنده مع الاب ديالي قبل ما يتوفى الاب ديالي، دخلني يعني كطرف في النزاع. من بعد يعني مشينا يعني تم يعني من بعد الاستماع لنا في الضابطه القضائيه تم تعيين الجلسات في المحكمه الابتدائيه، تعيين يعني الجلسات. من بعد الاخذ والرد يعني تمت اتضح للمحكمه بان ما عندناش علاقه، وحكمت لنا بالبراءه ديالنا من التهم المنسوبه اللي تينسب لنا العم ديالي. حكمت لنا بالبراءه. هو يعني العم ديالي قام بالاستئناف، ما عجبوش هذا الحكم ديال البراءه ديالنا، قام بالاستئناف. مشى للاستئناف عاوتاني، يعني من مشينا معاه للاستئناف تم تأييد الحكم الابتدائي بالبراءه ديالنا وبنفس الشهود. هذا الامان ديالي يعني راه كاين فيها حكم، ها الحكم الابتدائي بالبراءه ديالنا، منهم الشيب احمد والشيب سعيد والشيب الميلودي، وهذا القرار الاستئنافي حتى هو الحكم يعني تأييد الحكم الابتدائي. ورقمت بالاجراءات باش ناخذ شهاده بعدم النقد ونرفع الشكايه ضد العم ديالي والشهود يعني شكايه كيديه، والشكايه الكيديه راه تعاقب عليها القانون حسب الفصل 445 من القانون الجنائي. يعني حنا يعني تنسلكوا المساطر القانونيه، يعني ماشي حنا تنعرفوا الحمد لله تنعرفوا بلادنا بان يعني هي بلد ديال الحق والقانون. حنا تنمشيو يعني بطريقه قانونيه، يعني ما تلتجؤوش يعني العنف ولا شي حاجه. من بعد من خدينا البراءه ديالنا تنتفاجئ عاوتاني تيسجل بينا شكايه اخرى، هي الترامي على القطعه ديالو المسمى في الدال العويل البيضاء اننا حرطناها وغرسنا فيها الزيتون، رغم ان هو الفدان العويل البيضاء يعني عندها حدود ثابته وعندها رسم ودار طلب تحفيظ. وكاين اللي بورن دابا اللي محدد القطعه الارضيه ديالو تتبين بان هاد القطعه الارضيه اللي مغروس فيها الزيتون لا علاقه لها بالفدان العويل البيضاء. دابا حنا اثناء الدخول عندكم الارض ديالكم يمكن راه مرينا على الارض ديال العم ديالكم. العم ديالنا ما محروطاش، لا ما محروطاش من 2018. كيفاش انها محروسه تقولوا محروسه وهي ما محروساش؟ لا هو تيتهمنا باننا حنا استولينا وحرطناها بالقوه، يعني انتزعنا واحد الجزء من العقار ديالو، رغم ان هذا العقار اللي محروط هو يعني تابع للفدان المسمى فدان سيدي مقطع الجوهل. هذا الفدان والناس يعني والجيران ديال الارض، راه من الجيران ديال الارض تعرفوا هذه الحقيقه، راه هما قادرين قال لك حنا ندليو معكم بالمحكمه بهذه الشهاده ديالنا. يعني من بعد يعني احنا استمعوا تتهمنا يعني بهذا الاتهام اننا استولينا على القطعه الارضيه ديالو وحرطناها بالقوه وزرعنا فيها الزيتون. تم تعيين فيها يعني الجلسات في المحكمه الابتدائيه. استمعوا من قبل ما يتم تعيين ديالها، استمعوا الدرك الملكي، استمعوا الشهود والمشتكي يعني وحنا استمعوا لينا جميع الاطراف استمعوا لينا، وتم يعني تعيين جلسات في هاد الشكايه، يعني اصبحت ملف وتم الاستماع الشهود في الجلسه، يعني الشهود ديال العم ديالي لان هاد الاعمام ديالي لان العم ديالي شي توفى خلى الابناء ديالو استمعوا لهم واستمعوا الشهود ديالنا في الجلسه. يعني كانت المحكمه الابتدائيه بتيفلت لما استمعوا لهم. من بعد دازت واحد المده تم الاحاله ديال الملف على هيئه اخرى. حنا تنتفاجئوا تتم الاحاله ديال الملف ديالنا على هيئه اخرى، وهذيك الهيئه الاخرى تم استدعوا يعني، وكان تضارب بعد اول حاجه، كان تضارب في الشهادات ديال الشهود ديال عمي عبد الرحمن الشيب عبد الرحمن. واخا نخليك غادي تكمل معنا. اذا مره اخرى كنحيي كل متابعينا الكرام جريده تغريده فيسبريس افاده من قلب الحدث. مازلنا معكم مع القضيه اللي تحت رأي العام مدينه تيفلت. اليوم تستمعوا لولادة السي عبد السلام، كذلك في اطار حق الرد الراي والراي الاخر تنتظروا من الاطراف الثانيين انهم يدليو بالرد ديالهم في اطار ما تيقولوه الاخوان ديالنا. نحن رانا اشاراتيه، تعرفوا بان المنطقه فيها الاعوان وتبارك الله، وكاينين الناس القبيله والكبار ديال قال لك اللي ما عندوش كبير تنختاروا ليه كبير. واش الكبار العائله واش دابا لحد الان واش ما كاينش بعض الاخوان ابار حنا تحيه للقضاء المغربي والقضاء الحمد لله تينصف الجميع، ولكن حنا تعرفوا في العرف ديالنا
يعني كل قبيله وكل منطقه عندها الكبير ديالو، واش ما تدخلوش هاد الناس الكبار باش يفكوا المشكل ديالكم مع العم ديالكم؟ حنا بنفسنا حنا بادرنا قبل ما يكون هذا المشكل، قبل ما يوصل لنزاع قضائي. يعني حنا بادرنا وحنا قلنا لهم نتكلفوا بجميع المصاريف ديال فين ما كانت مثلا، يعني سواء يعني ديال مهندس طبوغرافي ولا اي تقني يعني اللي عبر الارض، ونقسموها بالتساوي وكل واحد عنده اللي شي نصيب ياخذوا يعني، وكل واحد يعني، وتبقى العلاقه يعني علاقه يعني عائليه، تبقى فيها الود والاحترام يعني. وكانوا دخلوا وكنا جبنا يعني شي ناس ودخلوا، ولكن رغم ذلك كل المحاولات باءت بالفشل. يعني كان التعنت ديال العم ديالي لانه كان واخد واحد النصيب اكبر بالنسبه في العقارات ديال الارث ديال جدي، بالحكم انه يعني ما تيسالش في واحد النصيب ديال عمتي. رغم ذلك يعني هو يعني في واحد رسم شراء ديال العمه ديالي، لانه مشرى ما بين الاخوه الا هو يعني ما عندوش نصيب فيه. يعني شاف هو عنده حصه ديال الاسد يعني ما بغاش يتنازل. يعني المهم يعني هذه المحاولات من يعني تغلق الباب ديال الحوار الحبي ما بيننا وبينه وما بين التدخل ديال الناس. وكاين الناس اللي ومازال على قيد الحياه اللي تدخلوا في هذا الاشكال، ورغم ذلك ما هما العم ديالي يعني استمر في التعنت ديالو في الان انتم توجهتوا لمحكمه النقد. توجهنا لمحكمه النقد بعد القرار الاستئنافي، توجهنا لمحكمه النقد وسجلنا النقد ديالنا وان شاء الله تنأملوا خير في القضاء، ان شاء الله ينصفنا باذن الله. وحنا عندنا كل الثقه في القضاء المغربي باش ينصفنا ان شاء الله باذن الله. وانا واثق واثق يعني بان القضاء المغربي يرد لنا الاعتبار ويرد لنا الحق ديالنا. رسالتك الاخيره؟ رسالتي الاخيره بالنسبه لهذا الاشكال، انا بالنسبه لي يعني كطرف هذا النزاع، انا تنصح كل يعني اللي عنده شي عقارات وكاين مشاكل، من الاحسن يعني القسمه والتوثيق في نفس الوقت. الناس ما يبقاوش يقولوا يعني لان الارث يخلق مشاكل. انا تنصح كل اللي عنده شي مشكل يعني من بعد التقسيم ديال الورث يدير توثيق، يوثق القسمه ويكون المسائل قانونيه، باش من بعد ما تظهرش مسائل يعني من بعد تظهر يعني مشاكل وتظهر. يعني انا نصيحتي تنصح انا كل واحد عنده يعني شي قسمه عنده شي ورث ولا هذه قسمه يوثق القسمه قانونيه، والانسان ما يحشمش في هذه الاشياء، لان الله عز وجل قسم الورث يعني في القران. يعني حنا يعني والله عز وجل تيحثنا على توثيق ديال العقود. استاذي العزيز، شي كلمه ديالك؟ بدي اش غنقول لك صاحبي الاستاذ، حنا سميتو هاد عمي، انا الله خرجت تقاعد ما عندي حتى شي علاقه، غير شافني في الدار تيمشي تيدعيني، قال لك بالله ما راه حرق له الارض ديالو، وانا ما كاين لا حرق لا والو. ها هو درنا معاينه ديال الارض ديالو مازال ما محروطاش، كاين الكروكي ديجا، ها هو الكروكي ديال المحافظه سميتو بالله ما راه خرج، سميتو ها هي هو تيشهد بنفسه اللي راه هاد البلاصه اللي فيها الزيتون دابا الجار نيت خوه الشيخ عبد السلام، وهو قال لك اسيدي هذيك راه ديالته، قال لك حطنا عليه ودرنا وداز واحد الخبره. كاين نزاع بيننا وبينه على واحد المشرى ديال الشياع ديال عمتي، خرج الخبير وها هو داير الارض ديالو عاريه بالتصاور بكل شيء، تصور الارض ديالو عاريه وديالنا فيها اشجار الزيتون، شحال من شجره الزيتون راه دايرها الخبير تما، الزيتون والرمان والليمون. وتنطلبوا حنا غير يطبق غير القانون، ما يعطيونا حتى شي حاجه، حنا تنطبقوا غير القانون ديالنا. انتم ما قصتوا لي لا ارض لا والو؟ ما قصنا لا والو. ها المحضر ديال المعاينه في الابتدائيه، وها المحضر ديال المعاينه في الاستئناف. والاستئناف حنا اولا ما جاتنا لا استدعاء لا والو، لقينا واحد الاستاذه اللي كانت عندنا في الابتدائي هي تتنوب علينا، وحنا فين في الابتدائي شدينا تنازل من عندها، هي سنه الابتدائي شدينا تنازل. اشرح لي اكثر، صح لي الله يجازيك بخير باش نفهموا كيفاش نتوما دابا الاستاذه ما بقاتش معكم؟ ما بقاتش. هكا كيفاش دار الاستئناف؟ حنا استلفنا راسنا، استلفتوا راسكم؟ حنا استلفنا راسنا، حنا تلقاو سميتو الجلسات راهم تيدوزوا بلا علمنا بلا والو، ملي تلقاوها بالله ما هي راه مسجله اللي تتنوب علينا، شكون اللي عطاها الاذن؟ وهذا التنازل ديالها ها هو
درتوا شي طلب نقيب لا مازال عاد غنديروا ان شاء الله الا كتب الله. في عاد تحكم لا 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 مشكل هذا الله تحكم الملف الله تحكم غير نهار 1/4. ولكن الملف اللي تحكم واش نتوما كنتوا عاطين المحاميه هي اللي تعذركم؟ لا حنا ما عطيناش، حنا عاد شدينا محامي اخر فجا سميتو تيقول لي راه تتنوب عليهم الاستاذ. كمل الاستاذ. صدقنا حنا قلنا حنا ها هو التنازل ديالنا، عطيناه المحامي ديال هذاك اللي شدينا، ها التنازل ديالها من السنه الابتدائي. وسميتو ها المعاينه ديال قلت لك ديال الارض ديالو بلا مازال ما محروطه ما والو لا في الابتدائي لا في الستينات. وكاين الكروكي ديالو ديال لحقاش داير واحد المطلب باغي يحفظها، ها الكروكي سميتو الخبره تا هو داز واحد الخبره دايرينها عريانه، الارض ديالو راه عريانه وحاليا مازال حاليا عريانه، راه ما فيها لا حرق لا والو. وحنا الشهود ديالنا كاع ما استدعاهمش، ما تصنتوش بصفه نهائيه في المحكمه لا في الستينات. والقانون راه ضروري خصو يستدعي اي طرف يجي، كاع اللي كاين في هذاك الملف خصو يكون حاضر. خويا ميلود رسالتك الاخيره. استاذ انا عندي داير مع شكايه، ها هي باقا واحد الشكايه دايره لي انا والوالد الله يرحمه قال الحياه تاعو، ها الحكم تاعها ها الحكم تاعها. وتايبني دائما بهذا البلاد تيقول لي دائما تيقول لي انت شحال ما بقيت عاد دخلك الحبس. يعني انا والوالد الله يرحمه من توفى الوالد دار لنا شكايه انا ولا البلاد هذه هي درت مقطع جوال على الحكم الابتدائي والاستئنافي. لا راه كل واحد وهاد البلاد تيقول لي عندهم محروطات في الدار ولا البيضاء. المهم هاج المعاينات ها هما. كمل الاستاذ. راج معاينات وفي الحكم دائما تيبدوا لنا الارقام تاع تاع لا كارطاج، دائما تيديروا لي انا تاع خوتي تيتبدلوا هما في الستينات وما ديالهمش حنا هما. بغينا غير نفهموا كذا اكثر الراي العام يفهم اش واقع عليكم هنايا. فهم قول له شنو واقع شنو واقع. لا يشرح لينا حنا شنو راه واقع شنو واقع قول له شنو واقع. دابا خويا ميلود راه حسيت بان كاين واحد الارتباك كبير ومشكل كبير عندكم هنا، ولكن بغينا نفهمونا اكثر. دابا انت تقول لي انت تيتبدلوا الارقام وتيتبدلوا المعطيات، راه هادشي خطير. بدل لي انا الارقام تيديروا لي انا جوج بلاص واحد، ما تيديروش تاع الدري خويا تيديروا هكا. لا الارقام ديال البطاقه الوطنيه ولا البطاقه الوطنيه، يعني الارقام في البطاقه الوطنيه تيتخربقوا ليها. البلاد اللي عندنا عليها النزاع هي في دار البيضاء، المعاينات اللي ما محروطاش. دابا نتوما دابا هاد الارض هذه اش من علاقه وانتم اصلا ما حارسين لا ارض ما حارسين ما حاطش لا والو، راكده راه باقا راكده من 2018 من محضر التنفيذ بقات راكده هذا يوميا دابا. خويا ميلود رسالتك الاخيره وشنو باغي توصل؟ انا بغيت نوصل هذه الرساله للمسؤولين. البلاد ما راكده لا والو، راكده البلاد ما محروقاش هذا يوميا من محضر التنفيذ لدابا. ودرتوا الخبره ودرتوا المسائل. دايزه خبره دايز كلشي، راه فيها شي معاينات درت فيها بانه ما محروقاش. وكيفاش هما بغيو يقولوا لكم تحطوها صحه ولا شنو؟ هما تيقولوا محروطه ما قالوش فيها الاشجار الزيتون. وفين هو الزيتون؟ حنا دخلنا ما لقينا لا زيتون لا والو. وهي ما محروطاش بخطره. نسيت نقول له الزيتون في الدار سيدي مقطع جوال ماشي في الدار ولا في ارضكم اللي معنا. ارضنا حنا اللي تنتصرفوا فيها اللي محروق. شي كلمه اخيره الاخوان تفضل استاذ. تنطلبوا من القضاء اللي ينصفنا في هذا العقار، لان ديجا عمي انا ما حاضرش ودعاني وقفتو على الحرب، انا ما حاضرش وعندي حكم معاه. تهمني كرفصني ديما في المحكمات. سالا من هذا العقار درنا واحد الدعوه ديال واحد الفرز ديال نصيب عمتي على الشياع. المهم مشينا خرج الخبير عطانا كلها كاين الحدود بالخبره بكل شيء العقارات. تنتفاجئوا عاوتاني دعانا قال لي طرامينا على عوين البيضاء حرطنا وغرسنا فيها الزيتون. ناد ولاد عمي وعمي مشى عمي ناضوا ولادو في كل مره تينوضوا لنا يمشيو يدعيو لنا يشهدوا فينا هم. راه مشكل ما عندناش حنا شي علاقه معاهم كاع. واش حنا داخلين شي عقار؟ انا تنحكم على راسي نتعاقب اقصى عقوبه اللي كنت داخل في عوين البيضاء، اقصى عقوبه يعطيوها لي. انت ما دخلتي لا ارض لا. ها هي بالخبره. ها هي. واش هذا مطلب؟ هذا مطلب. ها الخبره خاويه. خاويه. ها الطريق ها عبد السلام، هي هذه الطريق اللي دخلتو. ها عبد السلام ها الزيتون ها هو.
ها المساحه اللي شايطه في عويل البيضاء ها هي، يعني عويل ها هي في الشمال ماشي في الشرق، الزيتون راه مغرس في الشرق، ها هي في الكروكي، ها الجيران كامل بواحد بواحد. والسيد تاعنا انا كل مره يبقى يكرفس فينا على والو، اش بغا عندنا؟ صاب واش التقاعد مريض يلحق غير يعمر ويصيفط ليه. اذا انت تحس دابا انت في عود ما تكونسونطرا مع ارضاك مع ولادك مع الاخر ما بقيتش نخدم انا كاع، ما بقيتش نخدم كاع، انا عندي عمل ديال خدمتي انا مرضني نيشان ما بقيتش نخدم كاع. تولي تابعي المحكمه جاي واحد سمحت انا في خدمتي انا كاع، رانا كنت تنخدم هادشي ديال الزيز وهادشي ديال الفلاحه، سمحت في خدمتي انا كاع اللي طيح بحالاتي كاع. واش نمشي عند الكليان وغوت عليا غدا كل مره مغوتين عليا؟ راه حشومه هادشي تيدير لنا حشومه. اذا الاخوان شي رساله اخيره. نشكر انا القناه وديما احنا مع هذه القناه، ونشكروا القضاء ينصفنا في نصيبنا ديالنا. رسالتي الاخيره هو احنا عندنا كل ثقه في القضاء، لان القضاء هو يعني الامن والسهر على الامن ديال هذه البلاد. وتحيه وتنقولوا يعني تنوصلوا واحد الرساله للمسؤولين على اللي عندهم غير على هذه البلاد، يراجعوا بعض القوانين كاين فيها شويه ديال الثغرات، لان واحد القوانين يعني تيستغلوها ذوي المرضى النفسيين، يعني تيستغلوا هذه الثغرات من اجل يعني النيل والكي، من اجل النيل من كرامات الناس الشرفاء والنزهاء في هذه البلاد. تناشدوا السيد وكيل العام المحكمة الاستئناف، لأنه كل ما رفعنا يعني شكايات واستجب معنا، والحمد لله نصفنا في مجموعة من الأشياء. يعني احنا تنطالبوا يعني بأن القضاء يعني باش ينصفنا، وكل واحد كل دي حقين يدي يعني حقه. يعني الإنسان احنا بغينا نشوفوا مغرب آخر، ما بغيناش نشوفوا المغرب يعني اللي مازال المواطن يعني تيتخبط في مشاكل مثل يعني هذه المشاكل. يعني انا تعتبرها مشاكل يعني ماشي مشاكل تافهه يعني بالنسبه للقطاع يعني النزاعات العقاريه، وان المحاكم يعني تتعرف مجموعه من الملفات في يعني الملفات العقاريه. يعني الاغلب ديال النزاعات في المحاكم هي غالبا يعني نزاعات عقاريه، وتتاخذ المده ويعني وتستنزف يعني مجموعه يعني تستنزف يعني المواطن ماديا ومعنويا. وحنا تنطالبوا من القضاء يعني باش ينصفنا، وحنا عندنا كامل الثقه في القضاء، وباذن الله باش انني يعني انا متاكد بان القضاء ينصفنا ان شاء الله في المرحله ديال النقد. شكرا. إذا في الأخير كنحيي كل متابعينا الكرام، كانت معكم جريدة تغريدة، جريدة إفادة فيسبريس من قلب الحدث. استمعنا لورثة السي عبد السلام. إذا نتمنى في إطار حق الرد الرأي والرأي الآخر، نحن لسنا طرفا من الأطراف، إنما تستمعوا الصوت المواطن وتحاولوا توصلوه بكل أمانة وبكل مصداقية. في الأخير كنا معكم من قلب الحدث مدينة تيفلت. إلى اللقاء مع تغطية أخرى. إلى اللقاء إن شاء الله.